سنة وانتم طيبين. وأنا طبعا فرحتي ما توصف في هذا الجمع الجميل، وعلى رأسهم وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود والإخوان والأهل والجماعة والزميلات العزيزات سعاد عبد الله والفنانة القديرة حياة الفهد. الله لا يحرمني منكم يا شعب الكويت وشعب الخليج ككل. يعني ما قطعوني حتى وانا هناك، ناس ما اعرفهم والله قسما بالله يدقون علي تلفونات ويعطوا ويدزون لي مسجات ويقولون لي اذا محتاجه شيء ولا شيء. انا مو محتاجه شيء، محتاجه السؤال بس، هو يكفي، لان الانسان في ديره غربه ويعاني ومرض الحمد لله على كل حال. يعني تعبني خصوصا الكيماوي، لكن الواحد شي يقول هذا قدر الله وما شاء فعل، وهذه الله كاتبه علي يعني. ولا والله ما في أحد بالعائلة، وأنا سعيدة إني رجعت بلدي الحبيب الكويت، وأنا محظوظة إني كويتية ومن شعب الكويت. يعني محظوظة، شفت الفرق يعني اللي أشوفه من جميع الجنسيات هناك. أشوف يعني اهتمام حكومتي، وعلى رأسهم وزير الصحة ووزارة الصحة. أقول الحمد لله والله دائما حتى قدام إخواننا الخليجيين أقول أنا أحمد ربي إني طلعت كويتية الحمد لله. يعني ما قصروا يزاهم والله ما قصروا. يعني يا جماعة وحبايبي وصديقاتي وإخواني والكل، أنا من كثر ما أنا فرحانة يعني من أول نواف يعطيك العافيه ونرحب فيك في قناه فنون. هلا والله، هلا فيكم وفي فنون. نقول لك الحمد لله على السلامه وقرت عيوننا فيك. الله يسلمك وقرت عيوننا بيكم ان شاء الله، والله يحفظ الكويت وشعبها ويحفظ هالود والمحبه بين الناس ان شاء الله تدوم. أميرنا. والحمد لله طبعا على راسهم اميرنا، اكيد على راسهم. شلون كانت رحله العلاج في امريكا؟ والله رحلة مو سهلة طويلة، بس احنا نقول الحمد لله على كل حال. يعني الحمد لله. يعني بيني وبينك يعني ما ابي اشكي، لكن تعذبت وايد. تشكرين منهم من المسؤولين اللي ساندوك في امريكا؟ والله الكل بلا استثناء، طبعا على راسهم اميرنا ووزير الاعلام والشيخ دعي الخليفة، ما قصروا. والاخ يوسف، انا يعني ما اعد هو وكيل وزاره، بس انا اعد اخوي لاني انا اعرفه من سنين يعني. والمجموعه كلها اللي جايه مشكورين وما قصرتوا، جزاكم الله خير. نقول ان شاء الله الفتره الجايه تاخذ الراحه ان شاء الله. بعد الراحه في مسلسلات؟ والله لكل حادث حديث، لحد الحين ما فيني حيل. يعطيك العافيه ما قصرتي. الله يعافيك، الله يعافيك.